في مظاهرة حصلت غريبة جدا، لكنها ولا كانت في قرية ولا كانت قدام الوزارة، دي كانت في مقابر بانكوت في كشمير، والكلام ده كان في يوم 23 مايو سنة 2022. واللي كان بيقود المظاهرة دي هو العمدة بتاع القرية، والناس ساعتها كانت كلها معاه علشان كانوا بيعترضوا على موت طفلة صغيرة، علشان كان في بنت اتولدت وبعد ساعتين اتدفنت، ووقتها قالوا ان هي ماتت ساعة الولادة. وساعتها الاهل حبوا يروحوا ياخدوا الطفلة من المقابر يودوها مقابر تانية تبع العيلة بتاعتهم، واتفاجئوا ساعتها بان الطفلة لسه عايشة. صباح ومساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو. نبدأ بأول حاجة وهي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل في فيديو النهاردة. أيوة، لسه عايشة بعد ساعتين تحت الأرض، ووقتها رجعوا المستشفى تاني علشان يلحقوا يعملوا أي حاجة معاها. طب إزاي ده حصل وإحنا كنا ساعتها في سنة 2022؟ يعني مع كل التقدم الطبي ومليارات الأبحاث ولسه مش قادرين نحدد إذا كان الشخص ميت ولا عايش. وده بيخلينا نسأل سؤال مخيف: هل فعلا ممكن دكتور أو مستشفى كاملة ما تعرفش تحدد إذا كان الشخص ميت ولا عايش؟ يعني لو أنت دكتور لسه متخرج من شهر، ووقتها الباب بيخبط وفي حد بيقولك الحق يا دكتور في حد تعبان جدا، وانت بتجري علشان تروح تلحقه وبتلاقيه مش بيتنفس خالص، وتحاول تفتكر اي حاجة من الكلية من كورسات الاسعافات الاولية، وتحاول تسمع النبض وتحط الساعة ومفيش اي حاجة خالص، مفيش ولا نفس حرفيا. وفي اللحظة دي انت في موقف صعب جدا، وتخرج وتلاقي كل العيون مستنياك، وكلمة واحدة منك تحدد اذا كان الشخص ده مات ولا لسه. وعلى فكرة ممكن الكلمة دي تخلي طفل يتيتم. بس هنا في سؤال: احنا ازاي بنعرف ان الشخص مات اصلا؟ هل لو القلب وقف ولا قصة النفس بس؟ طب لو المريض على جهاز تنفسي صناعي، ولو القلب اتشال مؤقتا في عملية زرع؟ الموضوع ساعتها صعب جدا. بس الأسئلة دي تودينا لسنة 1968، وساعتها جامعة هارفارد قررت تحط قانون جديد للموت اللي هو موت المخ. بمعنى ان المخ لو وقف تماما بشكل لا يمكن علاجه يبقى كده الشخص مات، حتى لو قلبه لسه شغال بجهاز. بس حصل حاجة في سنة 1975، في بنت اسمها كارين دخلت في غيبوبة، والمستشفى قالت انها في حالة وعي مضطرب. بس ساعتها اهلها حبوا يشيلوا اجهزة الدعم من عليها، بس ساعتها القانون وقتها بيقول لأ، لان ده كده يعتبر قتل. راحوا المحكمة وفضلوا يقدموا طعن ورا طعن لحد ما كسبوا القضية وشالوا الأجهزة، بس البنت فضلت عايشة من غير تنفس صناعي وقعدت 9 سنين. ودي كانت أول صدمة للعالم إن موت المخ مش دايما نهاية حتمة. بعدها أمريكا عملت قانون اسمه UDDA، وده بيعرف الموت بطريقتين، اللي هو توقف القلب والتنفس نهائيا، او توقف وظائف المخ كلها نهائيا. بس في ولاية نيوجيرسي حصل استثناء. القانون هناك بيقول ان لو اهل المريض رفضوا تشخيص موت المخ لاسباب دينية يبقى كده الشخص ما ماتش، حتى لو كانت الاجهزة بتقول انه ميت. والحكاية دي وقتها فتحت الباب لقصة اغرب، قصة جاهي في سنة 2013. دي بنت امريكية عندها 13 سنة، دخلت مستشفى في ولاية كاليفورنيا علشان تعمل عملية معقدة وهي انقطاع النفس اثناء النوم. والعملية ساعتها عدت والبنت فاقت، ولكن بعد شوية بدأت تنزف جامد جدا. وساعتها العيلة راحت قالت للدكاترة، لكن ساعتها ما حصلش التدخل في اسرع وقت، وساعتها النزيف فضل شغال لفترة كبيرة، وفي الاخر بدأ قلبها يقف، ورجعوه بعد نص ساعة بس بعد ما دماغها اتحرقت، بمعنى ان مفيش اشارات، يعني كده المخ مات. وفي يوم 12 ديسمبر 2013 اعلنوا وفاتها رسميا، لكن مامتها قالت ساعتها لا، انا بنتي عايشة وبتتنفس وشايفاها قدامي. وساعتها الموضوع راح داخل المحكمة، وبعد معركة قانونية قدرت مامتها تنقلها من كاليفورنيا لنيوجيرسي، الولاية الوحيدة اللي بتسمح تعترض على إعلان الوفاة لأسباب دينية. وهنا بدأت المعجزة، في كاليفورنيا ما هي ميتة رسميا، وفي نيوجيرسي جاهي عايشة
قانونية، والبنت ساعتها اتحطت على جهاز تنفس وأنبوبة تغذية وتمريض 24 ساعة، وعاشت كده 4 سنين ونص. وخلال الفترة دي بدأ جسمها ينضج بيولوجيا، والمفاجأة اللي حصلت وما كانتش موجودة في الحسبان ولا التوقعات، المخ رجع اشتغل تاني بس بنشاط بسيط جدا. والدكتور اللي كان هناك قال انه شاف جاهي بيتحرك ايديها على اساس كلام مامتها، يعني كده في استجابة ويعني في وعي، كده جسمها شغال ومخها بيرجع. بس شهادة الوفاة لسه على الورق. وفي 2018 ماتت جاهي للمرة التانية، بس المرة دي كان في وعي جزئيا، وكانت عايشة حياة مختلفة تماما، وبقت أول واحدة عندها شهادتين وفاة. والقصة دي على فكرة لسه بيتكتب عليها أبحاث، ولسه لحد دلوقتي بتتشرح في مؤتمرات الطب. بس هل الطب فاهم معنى كلمة موت بكل تفاصيله، ولا ممكن نكون بنفقد ناس ويكون لسه فيهم الروح؟ وفي الآخر الموت والحياة دايما مش واضحين، ودايما دول معرفتهم عند ربنا. ولو كنت دكتور أو إنسان عادي وعايز تعرف إمتى نقول الإنسان مات ولا ما ماتش، حابب أقول لك حتى أكبر دكاترة ومستشفيات العالم لسه مختلفين على النقطة دي. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير، سلام.